أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الأوكيوليست دكتورة ياسمين سعد. ساعات تصحى من النوم تلاقي عينك محمرة، ممكن تكون بتوجعك أو محمرة بس بأي شكل من الأشكال سواء بالصورة دي أو الصورة دي. فساعتها بتحتار وتقلق، بتبقى مش عارف هو ده حاجة خطيرة ولازم أروح أكشف ولا دي حاجة عادية وعابرة. طيب يلا بينا نعرف إيه هي أسباب إحمرار العين. أولا جفاف العين، حساسية العين، نزيف تحت الملتحمة ولا نعرف سببه دلوقتي، ارتداء العدسات اللاصقة أو اللينسز ودي طبعا كارثة وقلنا قبل كده في حلقة العدسات اللاصقة، التهاب الملتحمة، التهاب الجفون المزمن، مرض المياه الزرقاء أو الجلوكوما وده بيسموه حرامي أو سارق النظر ومهم جدا وهنتكلم عنه إن شاء الله. ومن الحاجات اللي قلنا بتعمل نزيف تحت الملتحمة ارتفاع ضغط الدم وسيولة الدم. طيب امتى نزور الطبيب في حالة احمرار العين؟ يعني صحيت من النوم لقيت عينك محمرة، امتى تحس ان دي حالة خطر لازم تزور الطبيب وامتى تحس انها حالة عادية؟ لو حسيت ان في مع احمرار العين ده تغير مفاجئ للنظر، يعني حاسس ان في زغلله او مش شايف كويس، لو كان في صداع او الم في العين او حساسيه تجاه الضوء، لو كان في غثيان او تقيؤ، طبعا في حاله وجود اي جسم غريب بالعين، لو حسيت ان في هالات حوالين الضوء، لو كان في انتفاخ حوالين العين، لو مش قادر تفتح عينك او تسيبها مفتوحه، او في حاله انك بتاخد ادويه سيوله. وطبعا لو كنت مريض ميه زرقاء او جلوكوما لازم تروح للدكتور وتتابع. طيب يا ترى ايه العلاج؟ طبعا العلاج متوقف على حسب السبب بالظبط، يعني اكيد هنعالج السبب. فمثلا لو كان السبب هو جفاف العين هناخد قطرات لجفاف العين، لو كان السبب حساسيه العين هناخد ادويه للحساسيه، لو كان السبب ارتداء اللينسز لو لا قدر الله حصل قرحه فهنعالج القرحه دي، لو كان السبب التهاب الملتحمه او التهاب الجفون او اي التهاب في العين هناخد له قطره مضاد حيوي، طبعا الطبيب اللي بيكتبها. لو كان السبب ميه زرقاء فدي حاله اصلا كريتيكال، يعني حاله حرجه لازم الدكتور هو اللي يتابعها ويكتب لها القطرات الخاصه بيها. ولو كان السبب ارتفاع ضغط الدم أو السيولة طبعا بنتابع مع دكتور الباطنة علشان يظبط الضغط ونشوف العلاج المناسب للسيولة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، شكرا لكم، سلام عليكم.